بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم جبت لكم وصفة تاع المقارون. بزاف اخوات ما تنجحش معاهم. هذه تبغي ديريها في الفور ولا تبغي ديريها غير في المقله، ديريها في المقله. درت هنايا قطعت بصله ونص، تكون هكا شويه كبيره باش البصل مليح وجوج فصوص ثوم. البصل بالنسبه للبصل ما ديريش في الاشوار باش ما يطلقلكش المروره، ديري غير بالخدمي وديري له مخرف طماطم مصبره كيما هكا وخليهم مليح فوق النار. ومن بعد نزيدوه لاصوص طوماط تاع الحبه كيما هاك راني خادمتها، ولا ديري غير رابيها وديرها شويه ملح شويه زيت وزيديها مع مع الخليط تاعك. وديري لي زيبيس، درت مغروف حبه كحله ودرت الحار مطحون ودرت الحار كيما راكم تشوفوا، هذا الاخضر ثاني درته، والملح على حسب الذوق تاع العائله تاعك. وديري حساب بلي كي ديري فيها الفرماج والبشاميل ما تكثريش الملح بزاف. ونديروها تقلى فوق النار، ومن بعد نجيبوا الكاسرونه كبيره كيما هاك ديري فيها الملح والزيت وخليها فوق النار. ومن بعد اللي تغلى عاد ارمي لي بات تاوعك. بالنسبه لي بات كل وحده واللي عندها، ما تقيديش بهذه، اي لي بات تحت عندك حاضره في الدار خدمي بها. نديرو لاصوص نزيدوها كاس ونص ماء ونديروها فوق النار تغلى. ومن بعد نرمو لي بات تاوعنا بعد ما غلى الماء مليح معانا. وهنايا درت انا الطون زيت، وانت الا عندك طوماطيش ولا فيونداشي ولا ديريهم في المقله، ديري شويه لي زيبيس خليهم وزيديهم مع لاصوص تاعك. وهنايا بالنسبه للفرماج المرافي درت نص وخليت نص باش يذوب مع لاصوص. هنايا صفيت الاخر لي بات تاوعي، صفيتهم في مصفات ولا في كسكاس ولا. ومن بعد زيديهم لاصوص تاعك الاولى اللي خدمتيها، ومن بعد نزيدوهم لاصوص بيشاميل الزبده والفارينه والحليب، راني دايرتها قبل. تبعوا الفيديوهات راني دايرتها من قبل، مبغيتش نعاودها. عفوا. ومن بعد نخلطو من فوق لتحت لاصوص طوماط مع لاصوص بلونش، هي لاصوص بيشاميل. ونزيدو الفرماج رابي ثاني من فوق، ومن بعد نديروها في النار. وهذه هي الطبق تاعنا، ان شاء الله يعجبكم. الى وصفة اخرى ان شاء الله.